السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير ما شاء الله. غادي نشارك معكم وصفه جديده، نشارك معكم كيك كيجي خفيف ولذيذ وبوصفه سحريه وكيجي ناجح 100%، مزين بالشوكولاته حبيبات ومزين بالقليل من اللوز. ان شاء الله تبعوا معايا طريقه التحضير مع المقادير ونبداو على بركه الله. قبل ما نبداو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير هما راه بساط بزاف، يعني مقادير موجوده في اي منزل، وان شاء الله تجي لكم ناجحه باذن الله. التشكيل ديالها كيجي زوين بزاف يعني، وطريقه راه هي سهله يعني دغيا صايبتها. ميم با ما كاملاش 10 دقائق حضرتها ودرتها في الفران كطيب. بالنسبه للمقادير كنحتاج 3 حبات ديال البيض لحجم متوسط، اولا 2 حبات الا كانوا حجم كبير. حاولوا ديروا البيض بحراره المطبخ، حيث الا درتوا البيض في الثلاجه كيجي الكيك ما كيجيش طالع، ما كينجحش ليكم. راه هاد الامور اللي هي بسيطه راه هي كتكون ضروريه، خصوصا في الحلويات. يعني الحلويات ماشي بحال المملحات، ضروري خاص يكونوا مقادير مضبوطه ويكونوا داكشي يكون مقاد يعني بنفس الطريقه. كنحتاج الكاس سنيده، كاس زيت، كاس العنبه، كاس عصير ديال الليمون اللي كنقولوا حنا حامض، خلطته مع شويه الماء. عصير الحامض اللي كنقولوا حنا مغربيين كنقولوا حامض، وباللغه العربيه راه هو الليمون. راه الكاس الحامض هو اللي كيخلي الكيك كيجي واعر، كيجي هشيش وخفيف. كنضيف عليه 250 غرام ديال الفورص الدقيق الابيض، مع 2 ساشيات ديال الخميره الفوريه، خميره كيماويه عفوا. وصافي كنديرهم في هذا الهاشوار، كنطربهم دغيا كتخلطوا لي في الهاشوار صراحه. ما كيجيش الخليط صعيب عليا، يعني دغيا كندير الكيك ديالي. هنا ضفت عليه 3 المعالق ديال الشوكولاط فيرميسيل سوداء، ما تاخذوش الملونه حيت الملونه ما كتجيش زوينه في وسط الكيك. هاد الشوكولاته السوداء فيرميسيل كتجي زوينه بزاف في الكيك، كتعطي واحد المذاق زوين، خصوصا للصغار الصغار اللي كيبغيو الشوكولا. صافي كيقولوا حماقوا عليها باغيين غير ياكلوها، يعني كتبان لهم الشوكولاط كيقولوا راه صافي راه فيها الشوكولاط راه كتجيهم بنينه. صافي هنايا خديت واحد المول اللي هو طول على شكل طول بحال هكا، غلفته بورق الزبده وصافي وغادي ندير فيه الكيك. كنشعل الفران درجه الحراره 180 درجه الفوق والتحت. كنخليها تقريبا نصف ساعه على حسب الفران اللي عندك حتى كتطلع لي الكيك وكتبان لك تنفخات مزيان. قلت لكم الفوق لتحت لا، كنشعل ليها في الاول فوق لتحت كتسخن، ملي كندخل الكيكه كنشعلها لتحت حتى كتبقى 5 ديال الدقائق حتى 10 دقائق بحال هكاك، عاد كندير الفوق ولتحت باش تحمر. هنا زينتها بشويه الشوكولاته في الميسير من الفوق، وزينتها بشويه اللوز اللي كيعطي واحد المذاق زوين في الكيك. ملي كتعضي كتلقاي اللوز كتقولي راه يعني اكثر اللي كيبغيو هكا فواكه الجافه هما اللي غادي يعجبهم بزاف. ملي كتلقاي اللوز في الكيك راه كيعجبك. ها هو الكيك بعد ما وجد كيجي من فوق كيجي هشيش. ما نقولش لكم البنات راه وصفه ناجحه 100% ان شاء الله. هذه راه وصفه المعتمده عندي في الدار. ضروري انا كنبغي ندير الكيك في الكوتي، كنبغي هكا وليدات الصغار كيبغيو يدوه معاهم من المدرسه، كنبغيش ناخذ لهم داكشي الزنقه، ضروري كنبغي نصايب شي حاجه للدار. راه الكيك ديما كندير، هذا معتمد عندي يعني. هاد المقادير راه ان شاء الله غادي تنجح لكم 100% باذن الله. تتبعوا معايا الطريقه بالضبط كيفاش درت ليها. راه كتجي هشيشه، كتجي خفيفه من الداخل، وداك الفيرميسي عطا واحد المذاق زوين بزاف. والبرت داك الحامض اللي هو الليمون عطاها واحد الهشاشه. راه العصير ديال الحامض اولا الليمون باللغه العربيه راه هو اللي عطاها ديك الهشاشه اللي كتكون فيها، كتكون هشيشه وخفيفه من الداخل، بحال دوك الحلويات اللي كيتباعوا في الشوارع في المحلبات. صراحه كيجيو زوينين بزاف. وهذه هي الطريقه. وعجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا معايا بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى فيديو قادم باذن الله.